سلام الله عليكم يا قوم حمير وتبع. أما المتقطعين هذه بالجوف حاشا وكلا إنهم لا من حمير ولا من تبع. هذا السرق طرق لا نعرفهم ولا يعرفونا، ولا هم من يمنيين ولا هم مننا ولا احنا منهم. اليوم موضوعنا عن يمني سافر هو زوجته وعياله، سافر عن طريق الصحراء. طبعا انتم تعرفوا يعني اليومين، يعني احنا ما نسافر الا على الصحراء، لانه بالجمال نسافر احنا ذحين، يعني نشتي نرجع للعهد القديم، لان العهد القديم كان حلا نسافر فوق الجمل، نجلس شهر، لا نجلس شهر لما نوصل لها اليمن، كل واحد يوصل له بيته. الرجال سافر بسيارته وهو عياله وزوجته، وتعطل بالخط بالصحراء، اتصل لسطحه وجاء او مدري دينه، وجاء اخذ السياره حقه فوق الدينه متعطل، وراكب هو زوجته وعياله فوق السياره، والدينه تسوق السياره. جاءوا لهم الفلت هذو دي ما قدروا يضبطوهم. نناشد اصحاب الجوف يا اخي، انتو قبائل شجاعه، قبائل قارحه، قبائل يمنيه. الجوف هذه اشتقها من الجور، والجور هذا من الجور هذا من الاشياء القويه. اصابات يا اخي ما قدرتم لهم، يعني اصابه ما قدرتم لها، متقطعين شوي متقطعين ما قدرتم لهم. الزبده خلونا نتابع الفيديو وبعدين ارجع بعدين اشرح لكم تفاصيل الحادثه. مارب ابحث عن سطحه علشان يشيل السياره، يطلع السياره حقي فوق السطحه وانا اكون فوقها وامشي. طلعت فوق السطحه وتوكلنا على الله ومشينا مع تقريبا في نقطه هنا اسمها يسموها نقطه التحالف. النقطه اللي هنا اسمها نقطه التحالف. تقريبا بعدها بساعه 50 دقيقه، ساعه او 50 دقيقه، حصل انه سياره هيلوكس غماره 2005 2006 وانا داخل. طبعا السطحه بتمشي وفوقها والديانه بتمشي والسياره حقي فوقها وانا داخل سيارتي، وهؤلاء بيمشوا بعدنا بالسياره بيفحطوا بيرموا طلقات جو هكذا في الهواء، وقف سلمها معك، يعني رمع شوي. فاللي حصل انه انا بنكلم زوجتي بنقول لها في سياره بتلاحقنا، مدري ايش معهم هؤلاء. طبعا السواق بيهرب منهم وهم بيلحقوا. بعدين طلقت عشوائيه ما درينا، انتبهت الا في طلقه في بطني، دخلت من بطني اليسار وخرجت من الجنب الايمن، ودخلت في رجل ابني الصغير عمره سنه ونص. كسرت له عظمه في رجله. فطبعا قطاع الطرق هؤلاء ما كفاهم اطلاق النار، وقطعوا على صاحب الديانه الخط وتصادموا وهم. طبعا نزل يتهاوش وهم صاحب الديانه، يضارب مدري ايش، رموا له بين ارجله، عوروه في يده. طبعا انا فتحت الباب حق الانترا وخرجت صح لهم يا جماعه الخير، تشتوا السياره، شلوا السياره، تشتوا الفلوس، شلوا ما معي، شلوا اللي تشتهوا، بس اسعفوني انا وولدي، احنا راح نموت وقد يداتي من دماء. فاول ما شافوا الدماء في يدي شغلوا سيارتهم وهربوا، يعني كانهم خافوا او شيء. والحمد لله، يعني تخيل حتى في الخط هذاك السواق يعني من كثر الرعب اللي شاف الدم فيني نزل يدور سياره يوقفها عشان يسعفني بعد ما هربوا. تخيل في ناس نازلين من صنعاء وناس طالعين، والله ما رضى واحد يوقف، الاول الثاني الثالث، الرجال قدوس على المجنون السواق هذا. في الاخير جاء واحد من خولان جزاه الله الف خير، خولاني، وقف الهيكس حقه وطلعني فوقها واسعفوني الى مستشفى هنا في مارب. والحمد لله الان قد اموري طيبه. سووا لي عمليه امعاء، تقطعت الامعاء طبعا، وسووا لي عمليه طبعا مكان رصاصتين. المهم خلى ربك يا اخي خالد. فانا كلمت اخي قلت له تواصل مع اخ خالد وخليه يمنشن الموضوع، بحيث انه الرساله هذه توصل لاكبر عدد ممكن من القاده هؤلاء تبعنا او الناس السياسيين تبعنا،
بحيث انهم يرحموا المغترب هذا ويفتحوا الطريق. انا بالنسبه لي خلاص انا يعني الحمد لله قد اموري بدات تتحسن، اموري طيبه. الغايه من الموضوع ان الموضوع يتصعد اعلاميا بحيث انهم يفتحوا الطريق. انا اخاطب كل الناس كل السياسيين سواء في صنعاء او في مارب او في غيره بفتح الطريق لمعاناه المغترب. المغترب اليمني اكبر انسان يعاني طول حياته، حتى في انه حابب يرجع بلده يسلم على اهله. فالطلب الوحيد بس انهم يفتحوا الطريق ويرحموا الناس الباقيين، يعني بحيث انه ما يحصل في نفس الموضوع هذا لواحد ثاني غيري. شفتم خزقته رصاصة من بطنه لما خرج من ظهره، لما خرج من رجل الوليد، يعني خزقوهم خزاق، وعادهم يوقفوهم ويعصروا له عند السواق يا أخي هذا يمني، هذا حاشا وكلا أن العصابة هذه يمني، هذا احنا بريئين منه يا أخي، احنا علينا أفئدة وأرق قلوبا. أي شكلفكم الله على الشعب المغترب هذا المسكين ذي جالس له طول السنة بالغربة عشان يعني هو ما هو شي يروح يعمل، ما هو شي يروح، والله ما يروح يعمل ولا يروح يبنجخ. احنا معروفين الشعب هو حق لجعه، مش معانا شيء، شعب مدهوف مسكين، وانتم عارفكم ما تصيروا لا الصحراء تدقدقوه. بهذلة قسما بالله العظيم انه بهذلة. اصبحت الان لقمة العيش صعبة للمغترب اليمني، تتعب 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 وتبغى تسافر، ما تسافر الا وانت قد غسلت وصليت ركعتين وسامحوك ذي باليمن وسامحوك ذي هانه وتوكلت على الله وبزيت اكفانك وذا، وتسير ما تدري انت توصل ولا ما توصلش. لازم تشوفوا لنا حل، لازم تشوفوا حل للمغترب اليمني. افتحوا لنا على الاقل منفذ، افتحوا منفذ واحد. الصحراء هذه كلها متقطعين، نهبوا المغتربين، سلبوهم ارواحهم. كم من مغترب مات بالله ما له علم، هذا يلا وصل له مستشفى مارب وتكلم بقصته، ولا في ناس ماتوا ما حد داري بقصصهم ولا حد داري ايش جرى لهم. وتحياتي لكم.